السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأى جيرارد بيكي المولود في برشلونة عام 1987 أن ذكرى كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة لا يجب تلطيخها في نهاية مسيرته، ليقرر طي صفحة النهاية في مشواره كلاعب وهو في 35 من العمر، خلال مباراة ألميريا يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو، بعدما أحرز 30 بطولة مع الفريق. وحقق بيكي دوري الأبطال 3 مرات مع البارسا، في روما 2009 ولندن 2011 وبرلين 2015، وبطولة الدوري 8 مرات، وكأس الملك 7 مرات، ومونديال الأندية 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات. وخاض بيكي في المجمل 615 مباراة رسمية مع البارسا، وستكون 616 أمام ألميريا يوم السبت. سجل خلالها 53 هدفا، وتجعله هذه الأرقام خامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ البارسا مع الفريق الأول، خلف ليونيل ميسي 778 مباراة، وتشافي 767 مباراة، وسيرخيو بوسكيتش 694 مباراة، وإندريس أنيستا 674 مباراة. ويعد أيضا المدافع الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ الفريق الكتالوني، متفوقا على أساطير مثل كارلوس بويول الذي لعب 593 مباراة، وميخلي 550 مباراة. وانضم بيكي في 1997 إلى برشلونة، أي قبل 25 عاما، حين كان يبلغ من العمر 10 أعوام، والتقى في قطاع الناشئين مع الجيل الذهبي المسمى جيل 87، الذي ضم عناصر منحت جماهير البارسا بعد ذلك فرحة عارمة، وبخاصة ميسي، وكان ذلك الفريق يضم أيضا سيسك فابريغاس. وبعدها رحل اللاعب في 2004 إلى مانشستر يونايتد كمعار، حيث خاض معه 23 مباراة رسمية وسجل هدفين. ورغم عدم خوضه معه نهائي موسكو أمام تشيلسي في 2008، فاز بأول لقب تشامبيونز ليج في مسيرته، وكذلك البريمير ليج وكأس الرابطة وكأس السوبر الإنجليزي. وقبلها كان قد تمت إعارته في موسم 2006 و2007 إلى ساراغوستا، حيث خاض معها 28 مباراة بين الليغا وكأس الملك وسجل 3 أهداف. وحين عاد للبارسا في 2008 تزامنا مع قدوم بيب غوارديولا لتولي دكة الفريق، كان بيكي يبلغ من العمر 21 عاما، وحصل سريعا على مكانه في التشكيل الأساسي ليزامل كارلوس بيول في فريق شق طريقه لكتابة التاريخ والفوز بالسداسية التاريخية. وكانت تربط بويول علاقة وطيدة بكل من بويبان كريتيكش وكارلوس بويول وسيسك فابريغاس وليونين ميسي، ولكن العلاقة مع اللاعب الأرجنتيني أصبحت باردة في الفترة الأخيرة لليو مع البارسا. وقدم اللاعب أداء جيدا في الملاعب مع البارسا باستثناء الموسم الحالي الذي تكررت فيه بعض الأخطاء المألوفة معه، وبخاصة في مباراة انتر ميلانو في الكامب نو في دوري الأبطال، وتسبب هذا في توجيه انتقادات كبيرة إليه بسبب راتبه العالي في فترة يمر فيها النادي بأزمة مالية. ولم يكن حظ بيكي مع المنتخب أقل مما كان عليه في البارسا، فقد فاز مع لاروخا بمونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس أوروبا في بولندا وأوكرانيا 2012، وارتدى قميص المنتخب في 102 مباراة وسجل له 5 أهداف. ولكن بعد مونديال روسيا 2018 قرر الابتعاد عن المنتخب بعد جدل حول تأييده لاستفتاء تقرير المصير في إقليم كاتالونيا. وحقق بيكي كل ذلك رغم أن حياته خارج الملاعب كانت خاطفة للأضواء بالنظر إلى كبر حجم أعمال شركاته، وكذلك بسبب بعض تصريحاته أمام وسائل الإعلام التي كانت
ما تثير الجدل.